هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة أرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 23 من ديسمبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعة الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف الحلقة الثانية من السلسلة التي يكتبها المهندس موسى أول خير، وفيها يستعرض تاريخ جامعة أسمرة تحت عنوان جامعة أسمرة التي فرت من قسورة. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. غياب إريتري كامل عن قمة دول الإيجاد الأخيرة في جيبوتي. الجيش السوداني يستعيد مواقع في الفشقة شرقي القضارف. إريتريا ضمن الدول الأكثر تضررا من أسراب الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا. كانت المستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. غابت إريتريا تماما عن المشاركة في القمة الاستثنائية 38 لدول الإيجاد والتي عقدت في 20 من الشهر الجاري في جيبوتي. وشارك في هذه القمة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي والرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي ترأس القمة، ونائبة رئيس دولة جنوب السودان ريبيكا غرانغ. وترأست سفيرة أوغندا لدى إثيوبيا وفد بلادها بسبب غياب الرئيس يوري موسيفيني. وتغيب إريتريا بشكل دائم عن اجتماعات دول الإيجاد، وذلك بسبب علاقاتها المتردية مع جيبوتي دولة المغر، إضافة إلى تعليق إريتريا لعضويتها في المنظمة بشكل غير رسمي، حيث لا تشارك في قممها واجتماعاتها منذ الحرب الأخيرة مع إثيوبيا. وكانت إريتريا قد انسحبت من المنظمة ولكنها عادت إليها بشكل غير منتظم. وقد أعربت الدول المشاركة في القمة عن تأييدها للخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي في إقليم تيغراي في شمال بلاده. ذكر موقع السودان تريبيون بأن الجيش السوداني دمر معسكرين لقوات وميليشيات إثيوبية في منطقة سلام بر، مواصلا تقدمه نحو التمركز في آخر النقاط الحدودية الدولية بين البلدين. وذكر الموقع أيضا أن الجيش السوداني بدأ يستعيد مناطق كان جيش وميليشيات إثيوبيا يضعون يدهم عليها طوال 26 عاما الماضية في مناطق الفشقة التابعة لولاية القضارف شرقي البلاد. وقال الموقع كذلك بناء على ما ذكر أنها مصادر موثوقة فإن الساعات الماضية شهدت اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية أدت لسقوط جرحى وقتيل واحد. وقالت مصادر عسكرية موثوقة لسودان تريبيون يوم الاثنين أن الجيش السوداني استمر في عملياته العسكرية لاسترداد المساحات الزراعية المحتلة، حيث توغل في الفشقة الكبرى عقب سيطرته على سلسلة جبال أبو طيور. وأضاف الموقع نقلا عن القوات المسلحة: نجحت قوة من الجيش في السيطرة وتدمير معسكرين لقوات وميليشيات إثيوبية في منطقة سلام بر. وشيدت القوات الإثيوبية منذ سنوات طويلة معسكرين كبيرين في سلام بر الواقعة داخل الأراضي السودانية بعمق 15 كيلومترا كما قال الموقع. ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأن حوالي 48 مليون نسمة سوف يعانون من نقص حاد في الغذاء بسبب هجمات أسراب الجراد الصحراوي في 10 دول في شرق أفريقيا إضافة إلى اليمن. وأكدت المنظمة كذلك بأن أسراب الجراد سوف تستمر حتى مطلع العام المقبل، مما سيؤدي إلى تضرر 39 مليون نسمة آخرين وخسارة 1.5 مليون هكتار من المحاصيل الزراعية خاصة في إثيوبيا والصومال. وأشارت المنظمة كذلك إلى أنها استطاعت توفير 191 مليون دولار خصصتها لرصد حركة أسراب الجراد ومساعدة الفلاحين المتضررين. ودول شرق أفريقيا المتضررة إضافة إلى اليمن هي إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال والسودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا. وكانت المنظمة قد أطلقت تحذيرات في أكتوبر من العام الماضي تشير فيها إلى احتمال تعرض الجزيرة العربية وشرق أفريقيا إلى أسراب الجراد الصحراوي، والتي
قد تهدد الملايين من المواطنين في هذه الدول بأزمة غذائية كبيرة. هذه إذاعة إرنا. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. غياب إريتري كامل عن قمة دول الإيجاد الأخيرة في جيبوتي. الجيش السوداني يستعيد ما وقع في الفشقة شرقي القضارف. وإريتريا ضمن الدول الأكثر تضررا من أسراب الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بحضراتكم مستمعينا الأعزاء في إذاعة إرنا الدولية، وفي حلقة جديدة من برنامج متابعات الذي نواصل فيه ملف جامعة أسمرة من خلال قراءة ما كتبه الباشمهندس موسى رمضان عو الخير تحت عنوان جامعة أسمرة فرت من قسورة. فأهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة الثانية. هذه إذاعة إرنا. الأستاذ الكاتب موسى رمضان عو الخير في الحلقة الثانية يتناول نضالات الحركة الطلابية الإريترية، ويشير إلى أن مقاومة الشعب الإريتري للمستعمر بدأت في منتصف الأول من أربعينيات القرن الماضي بتأسيس الجمعيات الوطنية الإريترية، إلى أن تطورت تلك فأصبحت تنظيمات وأحزاب في النصف الثاني من ذات القرن. ولكن بدخول البلاد الفترة الفيدرالية في بداية عقد الخمسينيات خبى بريق النشاط السياسي المحموم الذي شهده النصف الثاني من الأربعينيات. ثم في بداية النصف الثاني من عقد الخمسينيات وبالتوسع في التعليم بشكل عام وظهور التعليم الثانوي بشكل خاص، بدأ فصل جديد من كفاح الأمة الإريترية تصدره الطلاب هذه المرة بمشاركة كافة فئات المجتمع الإريتري من عمال ومثقفين وأدباء وفنانين سيأتي ذكرهم جميعا ولو بشكل مقتضب، علما أن كل هذا الحراك الوطني كانت تغذيه عمليات التغول الإمبراطوري على المؤسسات الفيدرالية للشعب الإريتري التي كان يتم تنفيذها بوقاحة منقطعة النظير وبتآمر خال من أي دبلوماسية من قبل القوى والمؤسسات الدولية. وإليكم كما يقول عو الخير بعض الأمثلة لتلك الاستفزازات التي كانت بمثابة صب الزيت على النار. 1. بداية اليوم الدراسي برفع العلم الإثيوبي على سواري المدارس والذي كان يستفز الطلاب كثيرا. أيضا فرض اللغة الأمهرية وإلغاء اللغتين الدستوريتين العربية والتجرينية وإلغاء التدريس بهما وإبدالهما بالأمهرية، وكان ذلك للمرة الأولى في مدرسة هيلة سلاسي الثانوية في العام 57 كما ذكرنا في الحلقة السابقة. كذلك زيادة رواتب المعلمين الإثيوبيين بنسبة 30% من الراتب الشهري بمسمى بدل مشقة لا يشمل أصدقائهم الإريتريين. أيضا خطاب السيد بتودد إندرغاتشو ممثل الإمبراطور في أول ظهور علني له، حين قال للإريتريين: بما أن مستقبلكم الآن أصبح مرتبطا بالإمبراطورية الإثيوبية، لذا أصبح لزاما عليكم تعلم لغة الثقافة الإثيوبية اللغة الأمهرية. كذلك تهديد وزير الخارجية الإثيوبي أخليل هبتولد، والذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في أبريل 61 بعد مقتل رئيس الوزراء أبابي أراغاي في الانقلاب الفاشل الذي قاده منجستو نواي عام 1960. التهديد المباشر الذي وجهه لمهندس الدستور الفيدرالي السيد ماتينزو بأن عليه ألا يحلم بتنازل إثيوبيا عن رغبتها في اعتماد اللغة الأمهرية لغة رسمية في إريتريا وفق ما ذكره الدكتور إدريس موشي في إحدى ندواته التاريخية. أيضا الخطاب الرسمي الذي أرسله الإمبراطور إلى الأمم المتحدة يخطرهم فيه بأنه وفور الاستيلاء الكامل على إريتريا سيتم استبدال كل اللغات الإريترية باللغة الأمهرية، ذلك بناء
على التعهد الذي قدمه رئيس حزب الأندنت تدلا بايرو بالتنازل عن اللغة التيغرينية لصالح الأمهرية، ولم تحرك الأمم المتحدة ساكنا إزاء تلك الوقاحة أيضا للدكتور إدريس موشي في الندوة المذكورة. كذلك إلغاء الاتحاد الفيدرالي بشكل نهائي عام 62 و900 وألف. ووفقا للتواجد الجغرافي للطلاب نستطيع القول تقسيم نشاطهم المقاوم للاستعمار إلى 5 مناطق على النحو التالي كما يراها الأستاذ موسى رمضان عوض الخير. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. رقم 1، داخل أرض الوطن خصوصا الحراك الذي كان يقوده طلاب المرحلة الثانوية في أسمرة، بالإضافة للطلاب مدينة كرن الذين سبقوهم لكنهم بشكل عفوي. أما جامعة أسمرة والتي اعتبرها قصة كفاح متفردة خصوصا في بدايات تأسيسها كما يراها الأستاذ عوض الخير، تارة تنتصر وتارة تنكسر، حيث تعيش هذه الأيام أقصى درجات انكسارها، فلم أجد شيئا يذكر مما كتب عنها بالعربية تحديدا، لذا سوف أقوم بتخصيص حلقات خاصة بها كما يقول أستاذنا عوض الخير. ثانيا، طلاب جامعة أديس أبابا. ثالثا، إقليم الشرق الأوسط، وقد كان له قدم السبق في تأسيس أول اتحاد للطلاب الإريتريين في العام 52 و900 وألف، وهو اتحاد الطلاب الإريتريين بالقاهرة. ويقول سوف لن أتناول الشرق الأوسط بالتفصيل بالرغم من أنه يمثل العمود الفقري للحركة الطلابية الإريترية والأكثر تنظيما، وذلك بسبب وجود جهود مقدرة لتوثيق نضالاته ممن كانوا فاعلين فيه، أبرزها الحلقات التي قدمها المرحوم الأستاذ عمر جابر رحمه الله بعنوان الحركة الطلابية الإريترية المسيرة والمسار، بالإضافة إلى كتاب بعنوان الاتحاد العام لطلبة إريتريا وتجاربه مع قيادة جبهة التحرير الإريترية تأليف الأستاذ أحمد دين إبراهيم، وقد كان رئيسا له بالإضافة إلى جهود أخرى. 4، إقليم أوروبا، وقد كان منهم شهيد الحركة الطلابية الدكتور يحيى جابر رحمه الله. 5، إقليم أمريكا الشمالية، ومنهم المستشار السياسي للرئيس الإريتري يماني قبرآب الموجود حاليا، والمناضل هيل منقريوس وآخرون. وفيما يتعلق بأشكال وصور المقاومة الطلابية داخل أرض الوطن، يقول الكاتب السيد موسى رمضان عوض الخير: في بادئ الأمر بدأ الطلاب في مقاومة الاستعمار بشكل فردي وغير منظم، وكان أفضل شكل من أشكال التنظيم يتمثل في مجموعات الأصدقاء الشلة. ومن بين أشكال المقاومة الفردية يقول الأستاذ عمر جابر: كانوا يتحركون بين الناس في الأسواق وينتعلون أحذية جزء علوي وآخر سفلي بألوان العلم الإثيوبي، أو أن يدخل الفرد في جيبه العلم الإريتري ليخرجه أمام العملاء قائلا: لن أبيعك يا علم الجميل، أو يفاجئ العميل بسؤال عن نص مادة من مواد الدستور الإريتري. ويقول السيد عند برهان كحساي في مقابلة: وعند برهان كحساي قامت الجبهة الشعبية بتصفيته عام 2003 كما يقول السيد عوض الخير. ويضيف: عندما ذهبنا إلى المدرسة الثانوية في العام 59، والكلام منسوب لعند برهان كحساي، كان الكل يكره اللغة الأمهرية، وكانت لمجموعتنا طريقتها الخاصة في الاحتجاج على التدريس بالأمهرية، ذلك بأكل الحمص المجفف أثناء الدراسة داخل الفصل، والذي يصدر صوتا مزعجا لدرجة أن أطلق علينا لقب سوق الحمص. كما أن المعلمين القادمين من إثيوبيا كانوا يرتدون الزي العسكرية داخل المدرسة لإخافة الطلاب الإريتريين، إلا أن الطلاب كانوا يقومون بإظهار العداء بشكل صريح. ثم يردف قائلا الشهيد كحساي: كنا نستمع للسيد ولد آب ولد مريم عندما كان يبث من إذاعة ركن إريتريا من القاهرة، وكان ولد آب مناضلا مشهورا، فعندما كنت في الصف السادس دخل علينا معلم إثيوبي يرتدي بدلة وربطة عنق، علما أن المعلمين كانوا يرتدون الكاك، ولأنه لم يكن معلما عاديا بل كان ضابط استخبارات ومخابرات مسؤول
من عملية غسيل دماغ الطلاب الإريتريين، فكتب على السبورة اسم هيلة سلاسي من ناحية وولد آب ولد مريم من ناحية، ثم وجه لنا سؤالا مفاده: من الأفضل، هيلة سلاسي أم ولد آب؟ فقام أحد الطلاب فأجاب ولد آب، فأحدث شجارا مع المعلم داخل الفصل. هذا الشكل من أشكال المقاومة، حتى لو لم يكن منظما لكنه كان وعيا وطنيا يتدفق في عروق التلاميذ. وأخذ نضال الحراك الطلابي في إريتريا يتكاثف ويأخذ أشكالا أكثر تنظيما وفاعلية. ففي العام 1957 عندما فرضت عليهم الدراسة باللغة الأمهرية، خرج طلاب مدرسة هيلة سلاسي الثانوية في تظاهرة بقيادة الطالب توكو يحتوغو. وعندما قام الطالب توكو بنطح نقيب في الشرطة برأسه، تم اعتقاله هو و300 طالب آخر من المتظاهرين، وسجنوا لمدة شهر، الأمر الذي تسبب في اضطرابات طلابية أخرى في 22 من مايو نفس العام. هذه إذاعة إرنا. وكان من بين طلاب هذه المدرسة الذين قدموا إسهامات وتضحيات جليلة في مسيرة النضال القائد الطالب الشهيد أحمد ناصر، رئيس المكتب التنفيذي لجبهة التحرير الإريترية منذ المؤتمر الثاني 75 900 وألف وحتى خروجه من أرض المعركة. وقد تناول الكاتب رمضان عو الخير المناضل توكو يحتوغو في سطور يقول الباحث رؤسوم كداني: ولد توكو يحتوغو عام 1942، التحق بمدرسة هيلة سلاسي الثانوية، حيث كان شخصية بارزة في تظاهرات عام 57، بل كان من أهم قياداتها، وقد تم اعتقاله بعد أن نطح نقيبا في الشرطة. وبما أنه كان نجما لاعبا في كرة القدم، انضم لنادي عدوليس الرياضي. وفي ديسمبر 59 عندما ذهب فريق عدوليس للعب في مدينة بورسودان، التقى توكو بحركة تحرير إريتريا ليتم تجنيده للعمل داخل مدينة أسمرة وفي أوساط الطلاب تحديدا، الأمر الذي مكنه من المساعدة في تكوين الخلايا السرية أي الخلايا السباعية داخل أسمرة. ويعتقد بأن توكو يحتوغو هو من قام بتجنيد رئيس الشرطة الإريترية الجنرال تدلا عقبيت، الذي كان شديدا في إرهاب واستجواب أعضاء حركة تحرير إريتريا في أواخر الخمسينيات. وعندما تم القبض على توكو بينما كان يخطط لتنظيم تظاهرة ضد ضم إريتريا في أواخر 62، قام الجنرال تدلا عقبيت بإطلاق سراحه. بعد خروجه من السجن هرب إلى السودان، وبدأ النضال عضوا في حركة تحرير إريتريا، ثم في العام 65 انضم لجبهة التحرير الإريترية. وبعد أن قامت جبهة التحرير الإريترية بتصفية عضوي القيادة الثورية البارزين كداني كوفو والداي جدي في أواخر 69، ترك توكو جبهة التحرير ليواصل نضاله ضمن صفوف قوات التحرير الشعبية. ويقول الباحث إن توكو يحتوغو لم ينضم لمجموعة عالة كرها للقيادة العامة، لأن عضو القيادة العامة السابق إسياس أفورقي كان عضوا فيها، وآثر العمل مع عثمان صالح سبي الزعيم الشهيد رحمه الله. وبعد أن ترك العمل مع جبهة التحرير في مطلع 1970، أرسل خطابا لبعض الطلاب الإريتريين في المهجر يخبرهم فيه بالوضع السياسي المضطرب داخل جبهة التحرير الإريترية والمؤامرة التي تسببت في اغتيال عضوي القيادة الثورية. ويعتقد الباحث بأن خطابه هذا هو من تسبب أو الذي تسبب في انشقاق الاتحاد العام للطلاب الإريتريين في اجتماع ميونخ في صيف 1970، حيث إن المجموعة الأولى التي ضمت دكتور فتسوم غبرسلاسي وهو من ترأس الاجتماع بالإضافة إلى أرجاي وهبتتس مريم قد طالبوا بإدانة القيادة العامة في اغتيال عضوي القيادة الثورية، بينما المجموعة الثانية التي كان من بينها حروي تدلا بايرو عارضت قرار الإدانة. ويعتقد البعض بأن لتصفية الدكتور فتسوم غبرسلاسي عام 71 بواسطة المناضل أبرهل كفلي
وبتوجيه من القيادة العامة علاقة بما جرى في اجتماع ميونخ. يعود الكاتب أعزائي المستمعين يعود الكاتب رؤسهم كداني ليقول بأنه عندما كان توكو يحدقو يعمل لصالح قوات التحرير الشعبية بين عدن والسودان، قام بإعداد ورقة بعنوان كيف بدأ النضال الإريتري ومتى؟ أوضح فيها بأن نضال الشعب الإريتري لم يبدأ 61 لكنه بدأ في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وكان ينوي المشاركة بها في الاجتماع المزمع انعقاده في 15 من يونيو 71، إلا أنه تم اغتياله قبل انعقاد الاجتماع بفترة قصيرة. وكالعادة عزيزي المستمع، فإن تهمة القيادة العامة في تصفية المناوئين كانت جاهزة في رواية الجبهة الشعبية، إلا أنه من المؤكد بأن توكو يحدقو اختفى في ظروف غامضة عندما كان في طريقه إلى الساحل ومعه مؤونة قوات التحرير الشعبية، بعد أن قام بتحميلها من ميناء بورسودان ومعه المناضل قرماي محاري. إلا أن الرواية التي قدمها قرماي محاري يقول فيها بأنه وزميله افترقا بعد أن ضلا السبيل بالقرب من مهممة، ولا علم له بالمصير الذي لقيه المناضل توكو يحدقو. ويقول تكي بينه إن الرواية التي قدمها قرماي محاري هي غطاء للجريمة كالتي تم تقديمها في المصير الغامض الذي لقيه أبراهام تولدي. ويقول ولدنكيل هيلي عندما قام قرماي محاري بإقناع توكو يحدقو بزيارة الميدان، لم يتوقع توكو أنه سيكون الضحية التالية لقيادة الجبهة الشعبية بعد أبراهام تولدي، علما أن المناضل توكو يحدقو كان ينوي استكمال كتابة الورقة التي ذكرناها آنفا. وأصبح أبرهل كفلي فيما بعد من القيادات الميدانية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وقد عمل بعد التحرير مفوض الاتصال ببعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا القيادة الشرقية برتبة لواء. أما قرماي محاري أصبح فيما بعد من القيادات الميدانية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ومديرا لإدارة السجون بعد التحرير برتبة لواء. كانت تلك صور من نضالات الحركة الطلابية الإريترية في الداخل والخارج. أخطأوا أم أصابوا فهي تضحيات تستحق أن تكتب بماء الذهب وتحفظ في سفر التاريخ. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم سيداتي سادتي مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، وحلقة في برنامج متابعات، وهذه هي الحلقة الثانية من عنوان جامعة أسمرة فرت من قسورة، أي تحت هذا العنوان تأتيكم توثيقا للتاريخ، وهي قراءة لما كتبه الباشمهندس الأستاذ موسى رمضان عوض الخير. ويواصل الكاتب في توثيقه لتاريخ جامعة أسمرة قائلا يمكن تقسيم الحراك الطلابي في أسمرة من الناحية التنظيمية إلى فترتين. الفترة الأولى حراك شبه منظم خلال الفترة من 58 900 وألف وحتى آخر 65 900 وألف، وهي فترة التكوين حيث كان الحراك شبه عفوي. ثانيا حراك منظم خلال الفترة القصيرة من أواخر عام 65 وحتى العام 67، ثم بحلول 68 دخلت الحركة الطلابية في الداخل في حالة من الانهيار، وبالرغم من وجود أسباب ذاتية وموضوعية لهذا الانهيار سوف نتحدث عنها لاحقا، إلا أنها تعد حالة شاذة مقارنة بالفعل الثوري للحركة الطلابية العالمية والتي كانت في أوج عنفوانها في تلك الفترة. وبالرغم من الاستياء العام بين المواطنين في تلك الفترة نتيجة للأحداث السياسية التي شهدها عقد الستينيات، إلا أن الطلاب باعتبارهم الطليعة كانوا في الموعد، إذ لم يتوقف النضال الطلابي مهما كانت الظروف، فقد استمر النشاط الفردي والشللي، حيث كانوا يقومون برسم وكتابة الشعارات الوطنية على الجدران، بالإضافة إلى إرسال الرسائل البريدية إلى المسؤولين الإريتريين يتهمونهم فيها بالخيانة. ومن القصص المضحكة والمعبرة في ذات الوقت يحكى أنه وفي عام 1959 قام الطالب ولد يسوس عمار بإرسال رسالة بريدية لمدير التعليم في إريتريا السيد أسفه كحساي يدعوه فيها للوقوف إلى جانب استقلال إريتريا، وإلا ستتم تصفيته بواسطة منظمة إريتريا تعمل لأجل استقلال إريتريا، علما أنه في ذلك الوقت
لا توجد أو لم توجد أي مجموعة إريترية تقوم بتصفية الخصوم، إلا أنها صورة من صور المقاومة الطلابية التي كانت منتشرة بكثرة لبث الرعب في نفوس الخصوم السياسيين المناوئين لاستقلال إريتريا. هذا ما رآه وكتبه الأستاذ موسى رمضان عول خير في توثيقه لتاريخ جامعة أسمرة تحت عنوان جامعة أسمرة فرت من قسورة. قدمنا لكم سادتي الحلقة الثانية. في حلقاتنا القادمات وفق ما يسمح به الوقت سنقدم لكم الحلقة الثالثة. حتى ذلكم الحين تحياتي محدثكم أحمد شريف في التقديم، مع تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمؤون في الإشراف والإخراج العام والهندسة الإذاعية. شكرا للكاتب الأستاذ الباشمهندس موسى رمضان عول خير على جهده، وإذا كانت لكم آراء وتعليقات فيما كتبه ورصده الكاتب المهندس فوافونا وراسلونا على عنوان إرينا الدولية في باريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. غياب إريتري كامل عن قمة دول الإيغاد الأخيرة في جيبوتي. غابت إريتريا تماما عن المشاركة في القمة الاستثنائية 38 لدول الإيغاد والتي عقدت في 20 من الشهر الجاري في جيبوتي. وشارك في هذه القمة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الصومالي عبد الله محمد، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي ترأس القمة، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ونائبة رئيس دولة جنوب السودان ريبيكا جرانغ. وترأست سفيرة أوغندا لدى إثيوبيا وفد بلادها بسبب غياب الرئيس يوري موسيفيني. الجيش السوداني يستعيد مواقع في الفشقة الشرقي القضارف. ذكر موقع سودان تريبيون بأن الجيش السوداني دمر معسكرين لقوات وميليشيات إثيوبية في منطقة سلامبر، مواصلا تقدمه نحو التمركز في آخر النقاط الحدودية الدولية بين البلدين. وقال الموقع بأن الجيش السوداني بدأ يستعيد مناطق كان جيش وميليشيات إثيوبية يضعون يدهم عليها طوال 26 عاما الماضية في مناطق الفشق التابعة لولاية القضارف شرقي السودان. إريتريا ضمن الدول الأكثر تضررا من أسراب الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا. ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأن حوالي 48 مليون نسمة سوف يعانون من نقص حاد في الغذاء بسبب هجمات أسراب الجراد الصحراوي في 10 دول في شرق أفريقيا إضافة إلى اليمن. ودول شرق أفريقيا المتضررة إضافة إلى اليمن هي إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال والسودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج متابعة الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحيات زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.